السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض احلى صينية جلاش كده، نعملها مع بعض من ضمن الحاجات الحلوة والحاجات اللي بتشرفك على السفرة في رمضان. عملت يعني جلاش النهارده ما شاء الله عليه، جميل قوي وحلو قوي، طالع معانا حلو قوي. فيه التكات والحركات، بسم الله ما شاء الله، طالع حلو قوي. يلا بينا على الطريقة ونشوف احنا عملنا صينية الجلاش دي ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا معايا هنا طاسة بقى يا بنات، نزلت بيها كده على البوتاجاز، وفيها معلقة زبدة. تمام. ومعايا هنا كان عندي هنا فراخ اني كنت فرماها، نزلت بيها كده عليها، لسه مطلعاها من التلاجة. وطي عليها النار لما تفك خالص. تمام يا بنات. هنا يا بنات الفراخ بتاعتي فكت من التلج. هي معايا هنا بقى بصل، فلفل الوان، هنزل بهم بقى على الفراخ بتاعتي بالطريقه دي كده. نعمل بقى احلى صينيه جلاش بالفراخ. انا كنت مطلعاها على اساس ان هي لحمه، لقيتها فراخ، فعلى ما اطلع تاني، بس هي بتبقى جميله قوي بالفراخ برضه. جربوها بالفراخ بتبقى حلوه قوي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وصلت بقى معايا لحد هنا، متنسيش لايك وشير للقناه، بحبك في الله. معايا هنا بقى يا بنات شوية ملح، معلقة ملح، معلقة بهارات فراخ، معلقة فابريكا. معايا هنا شوية فلفل اسمر، هنزل بيهم بقى على الفراخ كده زي الفل معايا. بسم الله ما شاء الله عليها. نقلبها بقى بالتوابل كده عشان ريحة التوابل الجميلة دي تطلع معانا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ريحة التوابل كل ما بتطلع بتبقى جميلة قوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده. معايا هنا بقى يا بنات القرب، وهنا لفة جلاشة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى ادهن القرب بتاعي معلقة سمنة كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نوزع السمنة كده على القرب كله مرة واحدة بالطريقة دي. ناخد بقى ورقة ورقة كده من الجلاش. نبدأ نرص بقى في القرب، ندهنها سمنة بالشكل ده. ورقتين ورقتين. تمام بالشكل ده كده. نبدأ بقى نرص وندهن سمنة. والافضل يعني ما تكتريش فيه السمنة قوي. تمام. انا هنا هرص اول لفة. انا هستعمل، انا هاخد لفتين. تمام يا بنات. انا هنا هحط اول لفة، وبعد كده ابدأ احط الحشوة بتاعتي. تمام بالشكل ده كده. خلص بقى الكمية عشان ما اطولش عليكم. انا هنا خلصت يا بنات اول لفة. ابدأ بقى انزل بالحشوة اللي تحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوا كده يعني اعملوها بالفراخ، تبقى حلوة قوي معاكم. هنزل فيها بقى بحتة جبنة موزاريلا كده كمان يا بنات.
نزلت بيها بقى بنات بحتة جبنة شيدر كانت عندي على جبنة موزاريلا بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه نكمل بقية الوصفة بقى ونرص بقية ايه اللفة التانية نفس الايه الطريقة الخطوات. هنحط ورقة ورقة وبايه والسمنة ونبدأ ايه نرص الجلاش بتاعنا بالشكل ده يا بنات. ناخد كمان ورقة بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. نبدأ برضو بالسمنة كده عليه نظبط ايه القريب بالجلاش بتاعنا بالشكل ده. خلص بقية الكمية انا هنا معايا طبق بقى فيه ايه لبن، هنزل فيه بقى ايه ببضاية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتدي يعني بتورقه كده وتخليه جميل قوي الجلاش، وشوية ملح صغيرين، وايه شوية فلفل اسمر كده. نبدأ بقى نضربهم كلهم مع بعض بالشكل ده كده. انا هنا قطعت يا بنات ايه الجلاش. ابدأ بقى اسقي بقى ايه الجلاش بتاعنا اللبن. هرب البيضة الاول كويس قوي، يعني انا حطيت على اللبن بيضة وشوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية ايه معلقة بيكنج باودر بتخلي الجلاش يعني التكية دي بتخلي الجلاش بتاعك مورق وحلو قوي، يطلع معاكي حلو، النتيجة حلوة. انا هنا ايه ابدأ بقى ايه اسقي بقى باللبن كده كله واسيبه بقى ايه يعني برضو من نجاحه انك انت تسيبيه لما يشرب اللبن ده إيه مدة نص ساعة كده وبعد كده ادخل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي طلعت اهي معانا يا بنات من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليها. نبدأ بقى ايه نطلع منها كده ايه قطعة كده ما شاء الله. ايه الصينية الجلاش طلعت من الفرن اهي يا بنات. هبدأ بقى اطلع منها كده ايه قطعة معاكم. بسم الله ما شاء الله عليها طلعة جميلة. بسم الله ما شاء الله. الجلاش بتاعنا اهو يا بنات ما شاء الله عليه طالع مورق وجميل ما شاء الله عليه. حلو قوي. يا رب تكون الطريقه والوصفه النهارده عجبتكم، وان عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه والاشتراك في القناه. بحبكم في الله يا احلى متابعين. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ بشاير الخير. اسيبكم في رعايه الله.